قادما من الدار البيضاء في رحلة استغرقت 7 أشهر بدراجته، يصل الدراج المغربي كريم موسط إلى العاصمة الصينية بكين في رحلة قطع خلالها مسافة تجاوزت 15,000 كيلومتر. كريم البالغ من العمر 70 عاما مر من 15 بلدا قبل الوصول إلى الصين، عابرا للجغرافيا بتضاريسها المختلفة بين الجبال والصحراء، مقاوما المناخ المتقلب من بلد إلى آخر. 7 شهور دخلت مشيت جانفي فيفريي لو 7 فيفريي ولحقت هنا لو 28 اوت. درت 15,000 كيلومتر و370 و204 نهار. عملت هاد الرحله على طريق بن بطوطه. بغيت نعطيه تكريم من عندي من الصحه تاعي. بعد وصول كريم لهذا البلد الآسيوي، أقامت سفارة المغرب بالصين حفل تكريم على شرفه حضره سفير المغرب ببكين عبد القادر الأنصاري وعدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالصين ومواطنين صينيين. هذا يعني الدراج كريم مسطى يعني قام بواحد الشيء خارق للعادة، لأن ماشي أي شخص في متناوله أنه يقوم برحلة لمدة 7 أشهر ويقطع 15,000 كيلومتر ونيف. وعطت واحد المثال على العلاقات الإنسانية اللي يمكن لها تكون ما بين إفريقيا والصين بصفة عامة وما بين المغرب والصين. عندما سمعت لأول مرة برحلة كريم من الدار البيضاء إلى بكين عبر دراجته تأثرت كثيرا، فإن قطعه ل15,000 كيلومتر ومروره ب15 بلدا في ظرف 7 أشهر بدراجته يجعل سفره مثير للإعجاب. هي مغامرة استأثرت باهتمام العديد من المواطنين الصينيين والمغاربة الذين رأوا فيها جسرا للتآخي بين الشعوب وتجسيدا لعلاقات الصداقة القوية التي تربط الشعبين المغربي والصيني.